بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. وصفتنا اليوم هي كروكي رولي، يجي هشيش كما راكم تشوفوا. وصفة ناجحة 100%، سهلة ومقاديرها جد بسيطة. روحوا المقادير وطريقة التحضير: 4 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، كاس زيت، كاس إلا ربع سكر عادي، كاس إلا ربع نشاء، ملعقة كبيرة كاكاو بني، ملعقة صغيرة فانيليا، كيس ونصف خميرة كيميائية. واكيد نحتاجو للفرينه. هنايا درت 3 حبات البيض وبياض بيضه، واما الصفا راح نحتفظ به باش ندهن به. من بعد درت الكاس نتاع كاس الا ربع سكر ونخلط جيدا. انا هنايا كنت خدمت في العجانه، اكيد ماهيش ضروريه. اذا عندك ضرب الكهربائي اخدمي به، ما عندكش تقدري تخلطيه بيدك. المهم لازم تخلطيه جيدا حتى يبيض الخليط وتتاكدي انه السكر ذاب تماما. من بعد نبداو نزيدو في الزيت بالتدريج ونخلطو حتى نتكملو كامل كمية الزيت اللي هي كاس نتاع زيت. هنايا درت ملعقة صغيرة فانيليا، من الأحسن تنحوها من العجنة إذا درتو بالعجنة، وإذا درتو بالباتور ولا بالفوي أكيد تكملو بيدكم. من بعد هنايا درت الفانيليا ودرت النشا اللي هو كاس إلا ربع وخلطت. كما قلت لكم الأحسن تخدموا بيدكم. ومن بعد تبداو تضيفوا في الفرينة بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة طرية. واكيد نديرو الخميره الكيميائيه. انا هنايا كنت درت الفانيليا والنشا شويه فرينه والخميره الكيميائيه وخلطت كما راكم تشوفوا هي طشت عليا. ومن بعد اكيد كملت بيدي وبديت نضيف في الفرينه بالتدريج حتى تحصلت على عجينه تكون طريه تتلاصق في اليد. انا كانت درت لي 3 كيسان الا ربع، يعني 2 كيسان معمرين، والكاس الثالث بقى لي منه ربع كاس. وتبقى اكيد على حساب نوعيه الفرينه تاعكم والحساب حجم البيض. المهم ما تفوتلكمش 3 كيسان، ممكن تكملوا هذوك 3 كيسان. كما راكم تشوفوا دوك نوري لكم القوام تاع العجينه اللي تتحصلوا عليه. شوفوا كيفاش لازم يكون يتلاصق في اليد. هذا هو السر تاع الكروكي، انه لازم العجينه تاعكم تكون طريه. بعدها قسمت العجينه تاعي الى قسمين، قسم راح ندير له هذاك الملعقه تاع الكاكاو، وقسم راح نخليه هكذاك ونزيد له شويه فرينه. حاولوا انكم تقسموها على 2 بالتساوي، مش بالتساوي، تكون شويه الابيض اكثر البيضه اكثر. هنايا هذيك البيضه راح نزيد لها الفرينه. كما راكم تشوفوا لازم تبقى عجينه طريه. ابداو دخلوا هذيك الفرينه بشويه بشويه حتى نتكملوها. انا كملت هذاك ربع الكاس اللي بقى لي من الكاس الثالث، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ابداي دخلي بشويه بشويه حتى نتكمليها كامله. ومن بعد نروحوا للعجينه الثانيه، ثاني ضفت لها الكاكاو. واكيد الكاكاو تاعكم لازم تصفوه باش ما يجيكمش هذوك الحبيبات في العجينه نتاعكم. ثاني دخلوا هذاك الكاكاو في العجينه نتاعكم حتى تدخل كامل في العجينه، يعني ما يتبانش جهه بيضاء وجهه مارو. هنايا راهي الاضاءه شويه ناقصه، يبان باللي كحله ماهيش مارو، بصح راه اللون تاعها هايل هايل. كي نقربها لكم. المهم دخلوها بهذه الطريقه حتى تكملوا كامل كميه تاع الكاكاو. شوفوا القوام تاع العجينه تاعنا كيفاش تكون طريه. هنايا في تاع الكاكاو راني مزدتلهاش فرينه، زدت لها فقط الكاكاو، والاخرى زدت لها الفرينه. هنا راني قربتها لكم شويه لانه كما قلت لكم هنا الاضاءه راهي ناقصه. بعدها قسمتها الى 2، لازم تقسموها على 2. وايضا هذيك اللي بالفاني ثاني نقسمها الى 2، يعني كنت قسمتها على 2. نجيبوا ورق الزبده، لازم تجيبوا ورق الزبده يساعدكم ياسر في الخدمه. اذا ما عندكش جيبي كيس بلاستيكي واخدمي فوقه. بعدها نفتحوا العجينة تاعنا على شكل مربع بهذه الطريقة، ونديروا نفس الطريقة نديروها بالنسبة للعجينة البنية. ثاني نفتحوها بنفس الطريقة، تكون البيضة أكبر شوية من البنية. هنا لازم ترقوها. هنا هذه البنية ثاني نفتحها بنفس الطريقة. ومن بعد ندير البنية فوق السوداء، البنية فوق السوداء، البنية فوق البيضاء. ياسر اللي عندهم مشكل انه الكروكي تاعهم يتشقق بسبب انكم خليتوا الهواء كي تكونوا ترولوا في الكروكي تاعكم. لازم هنايا دوك تشوفوا كي نكون نرولي فيه لازم تصيروا جيدا، ما تخلوش الهواء لداخل هو اللي يخلي التشققات في الكروكي تاعكم. شوفوا هنايا. ثاني ايضا كي ديروا هذيك الطبقه البنيه فوق البيضاء لازم تضغطوا جيدا حتى يلصقوا مع بعضهم. هنايا حاولوا انكم شويه تصيروا.
ومن بعد باش ترفعوها قطعت الورق الزبدة فيها. حاولوا تسووها بهذه الطريقة، وقصيتها ودرتها مباشرة في السنيوة، هكذاك تبقى محافظة على الشكل تاعها. شوفوا كيفاش تكون. نفس الشيء نديرو بالنسبة للجزء الثاني، يعني هذه الكمية راهي عطات لي زوج حرابيش كما نقولو. أيضا نفتحها بهذه الطريقة وتسويها بهذه الطريقة كما وريت لكم. إذا جاتكم في الأطراف معوجين ولا طبقي الورق الزبدة تاعك. أنا راني قاعدة نوري لكم، شوفوا كيفاه بعيدة تبان كحلة ياسر. ثاني نفتحها بنفس الطريقة كما راكم تشوفوا ونديرها فوق البيضة، وكي ديروها لازم تضغطوا. وأيضا كي تكونوا هاني نضغط وكي تكونوا تدوروا فيها لازم تزيروا باش ما يترباش فيها لداخل الهواء، هو اللي يخلي تشققات. ثاني نسويها بهذه الطريقة، وحاولوا انكم تهبطوها شوية برك، ما تهبطوهش ياسر باش يجيكم طالع، أو باين في الفيديو. راني كنت مشعلة الفرن تاعي يسخن على أقصى درجة، ومن بعد نديروها طيب. قبل درتها طيب راني كان هذيك الصفة البيضة اللي قلت لكم احتفظت بها من هذوك 4 بيضات، تهنت بها، درت له شوية خل وشوية فانيليا، وتدهنوا الكروكي تاعكم وديروا خطوط. بالنسبة للطياب تاعها كما قلت لكم، شعلوا الفرن تاعكم يسخن على أقصى درجة، لازم يكون سخون مليح. من بعد نقصوا له أقل درجة عندكم كل وحدة، والفرن تاعها ديروها في الرف الوسطاني كي يطيب من تحت باش تشعلي من الفوق ياخذ احمرار، وعسوه نات. ومن بعد مباشرة خرج. هنايا دهنته بشوية معجون ورشيته بالكاوكاو. إذا ما عندكش كاوكاو تقدري ترشيه بشوية جلجلان راهو متوفر ورخيص، يعني بلا ما تشري الكاوكاو. ومن بعد وهو سخون من الأحسن، أنا هنا شوية خليته برد، من الأحسن يكون وهو سخون باش يتقطع لكم. قطعوه بهذه الطريقة، وشوفوا كيفاش يجي من الداخل، يجيو هذوك التدرجات باينين. وأيضا يجيه شيش راني قسمت لكم الحبة في بداية الفيديو. هنايا عندي شوية شوكولا وزدت لها شوية زيت، لكل 100 غرام تاع شوكولا أكيد زيدوا لها ملعقة كبيرة تاع زيت. ونقلاصي الكروكي تاعي، ومن بعد رشيت له شوية كاوكاو، لأنه هذاك هذية وأنا نرفد فيها تقسمت لي على بها رشيت شوية كاوكاو. وأكيد يبقى التزيين اختياري، تقدروا حتى تخلوه هكذاك سامبل، تقدروا تدهنوه بشوية معجون ولا بشوية عسل وترشوه من الفوق بالجنجلان كما قلت لكم، ولا بالجوز الهند ثاني يجي هايل. إذا ما عندكمش الكاوكاو بما أنه السعر تاعو راهو طالع. وهذا هو النتيجة نتاعها، جات ما شاء الله. يعني صح ثاني تقدروا ديروه للعيد بما أنه راهو الأيامات تاع العيد. وها هو هنا عن قرب، وذوك نقسمكم الحبة أكيد هشيش ما شاء الله وزاكي. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. إذا عجبتكم الوصفة أكيد ما تنساوش تجمجموا لي. نقولكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.